مريض تحول الى تاجر عقار الترمادول. الطبيب كتب للمريض بتاعه عقار الترمادول بس بكميه ضئيله طبعا جدا، وبموجب الروجيتا دي راح لصيدلات اللي مرخص ليها بيع عقار الترمادول، وبناء عليه اشترى منهم العقار. ولكن الالام الشديده للمريض خليته يروح لصيدليات مشبوهه او غير مرخص بيها ان يبيع فيها العقار الترمادول، فبناء عليه برضه اشترى بكميات كبيره. واحد صاحبه طلب منه عقار الترمادول فقال ان هو يوجب معاه، فجاب شريطين ليه وشريطين لصاحبه، وبناء عليه برضه دخل على كمين. فالضابط او مأمور الضبط القضائي شك في امره، نزله من الوسيله النقل اللي كان راكبها وفتشه، وبناء عليه لقى شريطين الترمادول معاه في جيبه، وقال له انا مريض ومعايا روجيتات، بس لكن الروجيتا مكتوب فيها كميه ضئيله من عقار الترمادول. وبناء عليه طبعا ان الضابط ما خدش بكلامه ولا خد بنيته، بس عمل ايه؟ تم القاء القبض عليه وعرضه على النيابه العامه. وطبعا وفق لنص او وفق لاصدار قرار من وزاره الصحه اللي رقم 125 لسنه 2012 بعقار الترمادول، بشأن ان هو جدول رقم 1 في مكافحة المخدرات وفق الرقم كام لقانون رقم 182 لسنة 1960. طبعا المريض ده تحول لمحكمة الجنايات وتم إصدار حكم ضده بسنة بتهمة تعاطي المواد المخدرة. وهنا بقى يجي دور المحامي اللي يثبت انك فعلا كنت مريض وبتعاني من آلام شديدة، وبناء عليه طبعا المحامي هيتوجه للطبيب اللي أصدر لك الروجيتا واللي اصدر لك كل الاوراق اللي تستدعي انك يجيب ليك العقار الترمادول. ودور المحامي هنا بيبقى دور مهم جدا انه يثبت فعلا انك مريض، وبناء عليه طبعا المحامي ممكن يقلبها من اتجار الى تعاطي بموجب الروجيتات وبموجب القانون وبموجب كل حاجه يثبتها بطرق الاثبات القانونيه اللي طبعا المحامي يقدر يثبتها لموكله بمشيئه الله تعالى. وطبعا الروجيتات دي بتطلع من جهه رسميه ان يثبت فعلا ان المريض ده يعاني من الام شديده في ظهره، وممكن كمان ان اللي هو المريض او المتهم في حيازه واتجار المواد المخدره اللي هي الترمادول انه يتم عرضه على الطب الشرعي ويثبت فعلا الطب الشرعي انه فعلا يعاني من الام شديده في الظهر، وانه تستدعي فعلا انه يتناول عقار الترمادول. ما تعملش فيها صاحب جدع وتلبس نفسك قضيه اتجار في مواد المخدره. اسأل محامي قبل ما تمد ايدك وتساعد. كان معاكم المستشار محمد يسري، المحامي بالاستئناف العالي والجنايات. السلام عليكم.